كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى صباح على احلى ناس. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة نص شعبان وكمان قرب شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. شايفين بقى البنوتة القمر دي؟ النهاردة بقى انا صحيت الفجر علشان اصلي، لقيت كده المنظر قدامي يستدعي ان انا اصور روتين. بصراحة ما كانش في دماغي، بس قلت لا اصور واشجع الناس، خصوصا كمان ان انا النهاردة هعمل بوادر كده للتنظيف بتاع رمضان وكده. كل سنة وانتم طيبين. ده المنظر يا حبايبي اللي انا صحيت عليه. ده زوجي، ربنا يهديه يا رب. آه، ساب الآثار بتاعته دي، الآثار الجانبية من بالليل. كمان كان عندي غسيل انا شلته اهو، حطيته على الترابيزة لان عايزة انشره. فدلوقتي هبدأ بقى اروق الليلة دي. في البداية هلمع الشاشة بتاعة التلفزيون، ابني ملحوسها كده. علشان هشغل عليها قرآن. انا بشغل سورة البقرة على يعني كل يوم، بس بصراحة النهاردة عايزة اشغل على القرآن يعني على التلفزيون. بدأت بقى ان انا دلوقتي هروق كده اهو. يلا تشجعي بقى انت كمان واعملي اللي وراكي. النهارده هنزل الستاير و هتشوفوا بقى معايا. بقية اليوم هعمل حاجات كتير ان شاء الله. دايما لما بصحى نشيطة بقرر ان انا اصور روتين يعني. بحب انا فيديوهات الروتين دي، وعارفة ان الناس بتحبها كمان. بس طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ادخل بقى على الترابيزة بعد ما شلت الحاجة اللي كانت عليها ودخلتها في المطبخ. هامسحها من التراب في البداية، وهقلب الإزاز ده لأن أنا حاسة فيه تراب دخله من جوه من تحت مش عارفة يعني، مش عارفة ازاي، بس أنا حاساه من تحت. عايز يتقلب ويتمسح يعني. وهشيل الإزاز ده عشان أظبط الورد المجفف ده اللي أنا زهقت منه. وهرجع أحط تاني الترابيزة بتاعتي على الناحية التانية، وبرضو هلمعها اهو. بصوا بقى الترابيزة دي، شايفين انتوا الإطار بتاعها اللي هو المربع ده. ده كان اتجرح، جبت الستيكر اللي هو لون الخشب ده ولزقته عليها. ده الستيكر اللي انتوا شايفينه ده اللي هو لون الخشب، لونها بالظبط، ولزقته عليها بعد ما اتجرحت من فوق. فظهرت ان هي كأنها خشب بالظبط تمام يعني. حطيت بقى المفرش والبونبونيرة، السفرة كمان لمعتها وظبطتها. ده غسيل بقى منشور، هشيله علشان انشر الغسيل اللي كان في الطبق وانتوا شفتوه معايا. كده خلاص انا شلت الغسيل ونشرت الغسيل بتاعي ده. عايزه اقول لكم في الوقت ده العصافير بقى كانت بتزقزق وكانت حاجه جميله يعني. تمام، هو ده كده شكل الغسيل. هبدأ بقى اطبق الغسيل اللي انا شلته من على الحبل واحده واحده كده. دخلت على التواليت، غسلت الحوض كويس قوي. آه مع بقى القعدة بتاعت التواليت والبانيو وكده. آه بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا اشطفه طبعا شطفة كويسة. نزلت الستاير بتاعتي، معرفتش اصور وانا بنزلها لانه كنت متشعلقة ومش نافع ان انا امسك الموبايل وانزل وحاجات كده. قررت طبعا ان انا الاول هنقعها. ليه بنقعها؟ علشان تنزل كل التراب اللي فيها. انتوا عارفين هي بيبقى بقالها فترة طبعا متعلقة، كمان الجو الفترة اللي فاتت دي كان بيعمل تراب كتير قوي.
فانا بنقعها الاول في البانيو حوالي من بالليل للصبح، او لو بالنهار بنقعها 5 6 ساعات. هتشوفوا بقى دلوقتي هناخدها على البانيو. انا بملاه ميه بالشكل ده كده، وبعدين بحط فيه المسحوق. انا بستخدم اوكسي، هو ريحته حلوه جدا وكمان بينضف. هحط بقى المسحوق اهو بالشكل ده، وهنزل بالستاير بتاعتي. طبعا لازم الستاير كلها تكون فاتحه زي بعضها، مينفعش احط ستاير غامقه مع ستاير فاتحه. بغطسها بقى كده في البانيو بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. بتنزل بقى كل التراب اللي فيها، وبمجرد ما بطلعها بسيبها تتصفى تماما تماما من كل المية اللي فيها، وبعدين بدخلها الغسالة. طيب ليه ما بغسلها، ما بنقعهاش في الغسالة؟ لان في فني كان جه يصلح لي الغسالة من فترة، وقال لي غلط جدا انك تنقعي اي غسيل في الغسالة. هو ده شكلهم بقى كده، شايفين المية لونها بمجرد ما اتحطوا اتغير ازاي. بنتي بقى نزلت مع باباها الدرس، وانا دلوقتي هلبس وانزل اجيبها. يعني هي باباها بيوديها الصبح، وانا اللي بروح اجيبها. خلاص دلوقتي هنروح البيت بقى. قررت ان انا اعمل الغدا لوبيا ولحمة ورز. انا بحب اللوبيا البلدي اللي هي بتبقى محمرة شوية وصغيرة، دي بتاخد وقت ونقع والكلام ده. بس للأسف ما لقيتش، فجبت اللوبيا اللي هي بتتسلق بسرعة دي. بس التانية بصراحة بتبقى اطعم يا جماعة، بتبقى طعمها احلى. انا طبعا بغسلها كويس قوي، هي كانت نظيفة بصراحة زي الفل. غسلتها كويس وحطيت فيها مية كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى. انا ما فيش 10 دقايق ولقيتها تخنت كده شوية، لان هي ما بتاخدش وقت خالص. هحطها بقى على النار، هاخدها بقى ونروح نحطها على النار علشان اسلقها. المية طبعا ما بيبقاش فيها اي اضافات نهائي، هي مية بس. حاولي ما تغطيهاش وهي على النار قوي، يعني خلي الغطا مفتوح شويه عشان قشرتها ما تخرجش منها. ادي اللحمه هحطها تتسلق. هنا بقى اللوبيا بتاعتي سلقتها، بطلعها على مصفى كده وبديها شطفه سريعه. احضر بقى الصلصه بتاعتها، بصلايه وفصين توم فقط لا غير. لو التوم كبير حطي فص واحد، يعني ما تحطيش توم كتير وكده. خلاص هبدأ بقى ان انا اضرب البصلاية بتاعتي واخدها واروح بيها على النار في شوية زيت. انا بطبخ بزيت عباد شمس. حطيت بقى البصلاية، ورق لورا وسنة كزبرة ناشفة بمجرد ما البصلاية بتدبل. وهحط كمان شعراية صغيرة فلفل اسمر، لان الفلفل الاسمر انا هحطه بعد كده على الطماطم لما بتغلي. بمجرد ما بتصفر بنزل عليها طماطم كده. لازم طبعا تعصروها، يعني قصدي تصفوها اقصد، علشان بقوليات بقى مع بذر طماطم يعمل حاجات كتير في القولون. هعمل الرز دلوقتي. كده ده زيت، شوية زيت ذرة بنزل عليهم ب الشعرية. هنا بقى الصلصة بتاعت اللوبيا غليت، بحط بقى الفلفل الاسمر بتاعي، وبحط شوية كمون. انا بحط للوبيا شوية كمون. بس كده هنزل باللوبيا بقى دلوقتي، وبعدين هسيبها تغلي غلوتين مع الصلصة، وهحط الملح وساعتها هتبقى جاهزة. خلاص هطفي بقى، يعني سوري، هقفل عليها بقى دلوقتي كده. الشعرية بتاعتي بقت ذهبي اهي. نزلت عليها بالرز. انا مسخنه ميه في الكاتل، حطيت طبعا الملح. بشمع الرز كويس جدا واقلبه كويس جدا جدا في الزيت بتاعي بالشكل ده كده اهو. وبنزل بالميه، بيبقى مقدار عقلة صباع تقريبا فوق الرز. حطيت بقى الملح على اللوبيا، وهحط كمان مغرفتين من الشوربة كده علشان يعني تديها طعم شوربة اللحمة. وبقلب طبعا اهي. دي حباية فلفل اسمر. انا بحط للشوربة فلفل اسمر حصى، وبحط برضو فلفل مطحون يعني حبة كده. خلاص وبقلب بقى. خلاص يعني كده تعتبر جاهزة.
بعد ما خلصت الاكل كان عندي وقت الحمد لله، قعدت استريحت شويه وابني قعد يزن عليا قومي يا ماما اعملي كيك، قومي يا ماما اعملي كيك. قمت اعمله له. ده كيك جاهز 5 minutes، هو حلو جدا. بحط بيضتين كده زي ما انتم شايفين وعليهم كيس فانيليا، بضربهم كويس قوي. هو بيبقى مكتوب على العبوة 3 بيضات بس انا بكتفي باتنين. حوالي ربع كوباية زيت او اكتر سنة. وبضرب برضو. طبعا لازم البيض يا جماعة واللبن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش ساقعين. دي كوباية الا ربع لبن. وبرضو آه بضربها كده بالشكل ده. وبعدين بحط على البودر بتاع الكيك ده بحط محسن كيك حوالي معلقة، وببدأ ان انا اقلبهم كده مع بعض علشان يخليها معايا هشة اكتر وترتفع اكتر. اهو بنزل واحدة واحدة وبقلب. شايفين بقى القوام بتاعها بقى حلو ازاي. هجيب طبعا الصينية وابدأ ان انا آه، احط فيها العجين بتاعي، وهحطها في الفرن على درجة حرارة 200. متاخدش وقت خالص. هحطها في النص طبعا وهوريها لكم لما تطلع. هي كده وهي في الفرن اهي. خلاص هي طلعت وبقت تمام زي ما انتوا شايفين. تبرد بقى وبقطعها بعد كده. الاذان قرب خلاص. انا عملت السلطه يعني، بس طبعا الفلفل والملح والليمون والكلام ده بيتحط عند الاكل بالظبط عشان ما يدبلش الخضار بتاعي اللي في السلطه. هعمل عصير كانتالوب، انا ما عنديش غيره وهعمله هو عصير، بيبقى لذيذ على فكره جدا. بقشره بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. وطبعا هجيب بقى الخلاط بتاعي وهقطع الكانتالوب كده واحطه فيه. بحط كمان شوية مية وسكر بضرب، وبعدين بعد ما بضربه بالمية والسكر بضيف شوية مكعبات تلج، يعني كام مكعب كده من التلج. اي عصير بتعمليه ضيفي ليه مكعبات تلج، هيفرق في طعمه جدا جدا فوق ما تتخيلي. كده انا بحط مكعبات التلج وهضرب تاني العصير بتاعي. بس لازم بعد ما بتصبيه يبقى معاه معلقة عشان هو بيرتفع كده فوق وانتوا عارفين زي الفراولة والحاجات دي. هحيق بقى السلطة بتاعتي لان الاذان خلاص قرب. خلاص مش فاضل غير 10 دقايق. بكده يا حبايبي اكون خلصت. طبعا انا ما غرفتش الاطباق كلها. بتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي زي ما قلتلك اوعي ابدا تنسي تشتركي في القناه فضلا وليس امرا. كمان ما تنسيش اللايك والشير. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ما تقوليش